حكاية ثالثة من ليبيا يرويها الزميل جمال الشيباني وبطلها الملاكم السابق عمر شيمة الذي كافح سنوات لتبصر فكرته رياضة اللمس النور، طارقا جميع الأبواب وواقفا خلف المكاتب لتحتل فكرته المكانة التي تستحقها في بلاده والعالم. وضع المخترع عمر شيمة صاحب فكرة رياضة اللمس أو التطش كل أمورها القانونية والتأسيسية لها بجهوده الخاصة. قصة السيد عمر تواصلت لمدة 20 عاما ولم ترى فكرته النور. احنا شيء جديد، ابداع جديد، هذا احنا طالعين به مش لليبيا بس للعالم، على اساس ان القرار هذا على اساس فرحت انا، صار فيها قرار ودرستها هذه ففرحت به، ولكن في ناس ما قرار ونسوه مشهور، ولكن تو رجعت بعد ثورة 17 فبراير، رجعت به بقوة وإن شاء الله لقيت اليد اللي هي تمد توا، لقيت في ناس مسانديني على أساس نجاح اللعب ابتكار هذا الجديد من ليبيا الجديد، فعلا من ليبيا الجديد بعد ثورة 17 فبراير إن شاء الله تبدأ انطلاقة ثورة اللمس. ولأنه كان ملاكما أراد ضيف قصتنا أن تكون هذه اللعبة بديلة للملاكمة لأنها غير مضرة، فأطلق عليها شيمة لعبة السلام. العالم قاعد يتطور في لعبة الملاكمة، عندي أشياء قاعدة في أمريكا نفسها في دراسات على لعبة الملاكمة في توقيف الأضرار بتاعها في جامعات، في جامعة في إسبانيا، أكاديمية في إسبانيا على أساس درست إن لقيت الأضرار الملاكمة في نفس أمريكا، في نفس في جامعة في كندا قاعدين يدرسوا في كيف يخفوا الأضرار بتاعها، ولكن قاعدة الأضرار هي، لكن إن شاء الله بلعبة اللمس هذه لعبة التوافق العضلي تنتهي إن شاء الله وينتهي العنف، هذا يبدأ لعبة السلام، يعتبر فيه نهي عليه احنا حتى وسلم في نهي على الضرب على الراس وواحد، هذا نحن في عبارة عن نلمس صاحبي لمس. كافح من أجل أن تنتقل اللعبة إلى الصغار حتى يحبب لهم هذه الرياضة التي تعتمد على السرعة والخفة وتبعد الأضرار عنهم. لعبة اللمس جميلة، ما فيهاش خطورة، ما فيش ضرب في الوجه، تقدر تلعبها كل مكان حتى في المدارس، ما فيهاش خطورة، لعبة جميلة. أحد أبطال أفريقيا في رياضة الملاكمة سابقا غير اتجاهه فحاول مع صديقه إنعاش هذه الرياضة وأصبح بين نار الملاكمة واللمس. فرق بين الملاكمة والتطش، طبعا الملاكمة فيها قبضة اليد اسمها هي قبل كل شيء فيها فن النبيل الملاكمة، وقبضة اليد واللعبة التطش اللمس اللي هي ما فيش فرق بين الملاكمة والتطش إلا فرق في الأيدي بس. طبعا الملاكمة فيها قبضة اليد والتطش ما فيهاش قبضة اليد وما فيهاش ضرب على الوجه، كلها حركات تعتمد على حركات تصويبية أكثر، كل لعب في الصدر في البطن في ركبتين بس لا أكثر ولا أقل، والباقي هي منبثقة من الملاكمة أصلا، هي لعبة التطش. المفاجأة عندما دخلنا إلى بيت شيمة وجدنا حديقة بيته مفروشة بأرضية اللعبة واضعا كل الاختبارات لها وسبل نجاحها. القوانين تختلف على قانون الملاكمة، قانون الملاكمة فيه ضرب على الراس، هذه لا، هذه زوج خلاص، هذا يقدر يلبس حتى النظارة الطبية يلعب بها، انتهى العنف. الراس من جميع حواس الجسم، من شم وسمع ونظر وروح، هذا نحناه، وفي نفس الوقت الخبضة نحناه عبارة بلمسة، أنا كيف نلمس الخصم نتاعي اللي هي عبارة جمع نقاط، انتهت القاضية ما عادش فيها قاضية، ما عادش فيها دم، ما عادش فيها واحد، هذه الوحشية انتهت فيها. هي رياضة جميلة، جاءني الفضول فلعبت رياضة اللمس فاقتنعت بها، تعتمد على السرعة والخفة والدقة، فهل سيجد ضيف قصتنا من يقتنع برياضة اللمس أو التاتش؟ جمال الشيباني، قناة الكأس، طرابلس. الحكاية الرابعة من سوريا مع الزميل جان قوزما، وتختزل في طياتها نماذج رائعة من العبر والذكريات. إنها حكاية المصور التلفزيوني المخضرم عزت عبد ربه، الرجل السبعيني الحاصل على اليوبيل الذهبي والمرشح لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.